انا العبس ولاك حقيقة الروم ضد اترو رادني العب بسكواده، راد يختبرني كلاسيك، بس قال خلينا نلعب روم مستودع للونسة، وخاسر لو فايز راح اقبلك. اسمع، وبعدين فزت خسرت عبس تخاف بس للمستمتع. فلعبت الروم ضد واحد من سكواد الاساسي يلعب حاسبه 120 فريم، يعني قد فريماتي مرتين، وانا العب 60 فريم، والروم كان مقلش لان اترو مسوي، اترو خارج العراق وجماعه المستودع يعرفون الجاي اسولف، وهذا البنج قدامكم، يعني انا بنجي العب بنج 100 والروم مقلش وهو يلعب ضدي ببنج 20. تمام، بس انا ما حبيت اطلع من الروم لان احتراما لاخوي اترو، وهنا شفته دمجت وانا بالكفر، لكن راح اخذ من عنده الكل بطريقه كلش حلوه. شوفوا الثلاث هيدات، وطبعا الروم انتهى بخسارتي، لكن الخسارة مو مهمة بالنسبة لي، اهم شيء استمتعت مع اخونا اترو ومع سكواده، وراح اظل اقوى لاعب عراقي حتى لو خسرت روم او 100 روم. تمام، انا وصلت المرحلة ما حد قدر يوصل لها، ويلا شباب باي.